تعالوا نعمل وصفة كده مع بعض حبايبي. عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا انا هنا احنا هنعمل قرنبيط ان شاء الله النهاردة. تمام. جبت القرنبيط، جبت الواحدة ب30 جنيه، جبت 2 صغيرين كده وسط ب60 جنيه. تمام. وادي القرنبيط هنا طبعا بيتغسل، وتيجي تحط المية وعليها كمون. طبعا انتوا عارفين الموضوع ان لازم نحط كمون في مية السلق. ماشي. بس فسلقت القرنبيط فبياخد برضو نص سوا. يعني نص سوا يعني ما يتهريش. هنا بقى هننزل بالدقيق، نص كوباية دقيق والخضرة. ماشي. وهي هننزل ب4 بيضات. تمام. حاولوا بقى ان انتوا ما تخلوش القرنبيط يتهري، يعني يا دوب غلوة في التانية وخلاص. ماشي. 4 بيضات. ماشي. والبهارات بتاعتنا ايه بقى؟ كنا بنقول ايه؟ ايوه هنا بقى احنا بص ايه، هنرجع هنحط البهارات. تمام. ده احنا قلنا ان هنا 4 بيضات. ماشي. وايه البهارات بقى هيبقوا ايه؟ بصوا، ملح، كمون، وفلفل اسود، وكاري او كركم. تمام. دي ايه؟ دي الخلطة بتاعت القرنبيط. نص كوباية دي والخضرة. وادي التوم، توم مدقوق. ماشي. حلو كده. تمام يا حبايبي. بصوا كده اهو، هي الخلطة وكانت جميلة وطعمها لذيذ والله. بصوا بقى انتوا هتعملوا. بصوا بقى هنا قبل ما تقلوا القرنبيط، هاتوا كده طبق فيه دقيق، وطلعوا القرنبيط من الخلطة وانزلوا بيه ايه؟ الدقيق. ايوه كده. بصوا بيبقى روعة والله. كان طالع بصوا شكله جميل زي الكهرمان يعني. عايزه اقول لكم ان لونه كان حلو برضو، طعمه كان احلى واحلى. بصوا جميل. يلا الشتا جه بقى، وقرنبيط والكرنب بص انا هنا ايه بوريكم ان التحمير نفسه طلع حلو يعني. لونه حلو. لون القرنبيطية كده هو متحمرة جميل. المنظر لوحده يفتح النفس والله العظيم. هو بس شايفين. وبالهنا والشفا للي هياكل، وبالهنا والشفا للي هيعمل. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك. تمام. يلا سلام عليكم.